السلام عليكم البنات، ان شاء الله قاعد تكونوا غايه هانيين مهنيين وانتم تشوفوا هاد لا فيديو وصحتكم بخير وهانيين في دويرتكم. جيتكم يا البنات في هذا الروتين الخفيف، بغيت نشاركه مع خواتاتي وحباباتي واعز الناس عندي. جيت نشارك معكم هاد الكيكه يا البنات، خفيفه والله غير في 5 دقائق تروحي تخلطيها وتوجديها، ولا اسهل، ما كاش اسهل من هاد الكيكه نتاع المقلاه. جيبي معايا هنا حبه بيض وكاس الا ربع تاع سكر ومغرفه صغيره نتاع لافاني، وبديت تخلطي. هذه الوصفه ما كاش اسهل منها يا البنات، بحبه بيض وحده فقط. نبدا نخلط نخلط حتى يبدا يبيض لي هذا الخليط كما كنتوا تشوفوا. وجبي هنا كاس الا ربع نتاع حليب، وبدي تدخلي تدريجيا. انت راكي تخلطي بلا فوي، تخلطي وراكي ديري في هذاك الحليب كما راكم تشوفوا. ونزيد هنايا نص كاس، كتشوفوا نص كاس نتاع زيت. نبدا حتى هو ندخله تدريجيا، وكما راكم تشوفوا باش ندخل كامل لي زانغريديون فيما بعضهم. هذه هي البنات. ونجيب 2 مغارف بومبي نتاع الكاكاو كما راكم تشوفوا. هنايا درت 2 مغارف بومبي تاع الكاكاو، ونخلط مليح. ندخل هذيك الكاكاو وندخلها مليح في الخليط نتاعي. خلطي مليح. من بعديها جيبي كاس تاع فرينه يكون معمر كما راكم تشوفوا، وجيبي معاه واحده خميره نتاع الكاطو ولا خميره كيميائيه تاع 10 غرام. ونبدا نحرك كلش. وانا ديجا يا البنات كما راكم عارفين، هاد الكيكه تاع المقلاة، يعني بلا فور، بلا كوشه، بلا والو. ديري الكيكه تاعك وفرحي وليداتك. انا هذه البنات خاني درتها سبيسيال. هادو اللي ما عندهمش الكوشه، كاين اللي تقولك انني راحله ما عنديش كوشه، ما عنديش وباغا نفرح وليداتي بكيكه. ما شحال من وحده راهي طلبت مني وقلت نلبي لهم طلبهم ان شاء الله، وان شاء الله كاع راهم يشوفوا فيا. وهذه هي ليهم. هنا من بعد هنا ما خلطت مليح كتشوفوا. وهنا لازم تكتبي التمنيه باش تعرفي الخليط نتاعك راه مساوي مليح وراه غايه. هنا من بعد ما خلطتها مليح نجيب هنايا المقله تاعي. المقله تاعك دهنيها بالزبده وزيديها بالفرينه، دري عليها شويه فرينه، ونفرغ الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا. هذه هي البنات. هنايا نفرغه مليح ونبدا نساوي في الكيكه تاعي، نساوي فيها مليح على الاطراف. وهنا البنات باش نعطيكم استيس باش تخرج لك هذه الكيكه تاع المقلاة ولا اروع. لازم عليكم فوق النار ديروا حاجه ثقيله، ديري حديده ولا ديري طاجين كما انا هنا البنات درت طاجين. وديريها على نار قليله وغطيها بمغطى تاع زاج، ولا حتى اذا ما عندكش ديريها صني، غطيها بصني نورمال. المهم انها طيب لك مليح وطيب لك حاجه نص ساعه، حاجه نص ساعه. وهنا راك تشوفوا هنا البنات انا ما لصقتليش. هنا حطيتها في هاد هنا في هاد الطبسي، ودرت لها شوكولا طاختيني على الوجه. هنا التزيين يبقى اختياري يا البنات، تقدري انك ديري مكسرات، تقدري ديري الكاوكاو. هنا انا كيما هنا راني درت هنا شويه تاع كوفريت درتها. هذا مكان التزيين يبقى اختياري، كل وحده واش عندها. شوفوا البنات انا جات ولا اروع هشيشه خفيفه. جربوها يا البنات ورجعوا لي في التعليقات الرأي تاعكم. راهي تجي خفيفه بنينه، والاهم من ذلك انها اقتصاديه. وهذه هي البنات من بعد ما استقاهوينا بكيكه خفيفه هشيشه بنينه تدفلفهم يا البنات. جربوها وعلى ضمانتي. مشيت انا والام نتاعي، مشينا لو سيبيغات ومشيت نشري حاجه يا البنات. عشيت جبت الخير الحمد لله يا ربي على هذا النعمه. كما راكم تشوفوا هنا جبت هنايا قرعه زيت تاع 5 لتر، جبت هنا الطوماطيش تاع القوطي، جبت هنايا معها تاني السكر. شوفوا كلشي طاح. جبت هنايا السكر، جبت هنا كما شفتوا السكر، جبت هنا كريم فريش. هذه البنات هاد لاكاليتي هي تعجبني. وهاد سباغيتي يعني هاد لاكاليتي نتاع العجائن صراحه واو يا البنات. تجي فيها كيما كلي كولر، تجي فيها واحد حتى في الطياب تاعها تجي بنينه، تجي خضراء حمراء والعاديه صفراء. وجبت هنا وحده اوبتيلا هنا شوكولا طاختيني. وزدت معاها جبت هاد البيتي شوكولا. ان شاء الله ندير لكم الغيسات نتاع الكوكيز، وصفه ناجحه يا البنات من اول مره وتقطع لك. هذه الحاجه اللي فيها مليحه. وهنا جبت هنا الياغورت لولدي، انا ندير هاد الكاليتي تاع الياغورت يجي ناتور بلا هذوك السكريات، يجي سبيسيال لي بيبي. وهنا الحمص تاع كاريدو
سباغيتي. وهذه هي دخلنا هنا في البقوليات، دخلنا مع صححنا لاتاي، ودخلنا مع العدس والرز ولا ليفير وحبه نتاع جامبو. راكم عارفين انايا نبغي الجامبو تاع الدجاج صراحه يعطي بنه للماكله على غير الجامبو نتاع البقري ونتاع الخروف، يعطي واحد البنه مزفره. وجبت هنا المخللات نديروها مع السلطه كما راكم عارفين. وهذه هي حباباتي، الحمد لله، الواحد يقول الحمد لله على هذه النعمه، ويا ربي دومها علينا ان شاء الله. وجبت هنا هاد العلب الزجاجيه باش ندير فيها هنايا الزيتون. البنات اذا لقيتوا هاد العلب غير شروهم وما تراطوش، زعما صراحه ينفعوا في الزيتون في الكونفيتور في كل شيء. وهذه هي مع الصباح، مشيت عند صاحبتي درت لنا هنا عزوميه صغيره ولا حفله صغيره بيناتنا. هنا جابت لنا هاد الانطاغ البنات، جات ولا اروع، ومع هذا التحليه اللي نحييها من هذا المنبر نقولها يعطيك الصحه، يعطيك الف صحه ان شاء الله، وربي يهنيك في حياتك. وما بقى لي غير نقول لكم بسلامه وتهلاو في رواحكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.